السلام عليكم متابعين هدهد للطبخ. تعالوا نسوي أنا وياكم أطيب برجر بمحسن صحي وآمن وأحسن من المحلات. ونبدأ بالمقادير. بسم الله. بالبداية هنا أنا عندي خاشوقة أكل شكر، وعندي هنا خاشوقتين أكل من الطحين، أي طحين متوفر عندكم، وظرف بيكنج باودر، وخاشوقتين رابة أو زبادي، وخاشوقة خل أبيض أو خل تفاح، أي واحد متوفر عندكم. نخلط المكونات كلها كل الزين ونتركها على صفحة. هنا أنا راح أشتغل بالعجانة، اللي يشتغل بيده عادي بس يحتاج شوية عجن. هنا عندي 4 أكواب خليت، وهذا الكوب الخامس من الطحين. راح أضيف عليهم خاشوقتين من الشكر، وخاشوقة كوب ملح، وخاشوقة أكل خميرة أو ظرف، وبيضة وحدة. وضفت عليه خاشوقة زيت أو زبد عادي، وراح أضيف المحسن اللي سويته أنا وياكم من البداية. بعد شلون تخمر، هذا يساعد على نفشة الصمونة الكهربائي. هنا أنا راح أعجن بحليب، اللي يعجبكم حليب أو مي، أو تضيفون حليب باودر وتحطون مي، بس أنا بما أنه مسويته لعائلتي فأريد بفائدة، فراح أعجنه بحليب. هنا أنا خليت 5 أكواب طحين بنفس هذا الكوب، راح أضيف عليه هذا الكوب الحليب وأشوف إيش قد تحتاج الطحين مالتي. تعرفون أنتو الطحين يختلف. وهنا طفت الكهرباء، وراح نرجع أنا وياكم ونعجن. طبعا أخذ من عندي كوبين، بهذا الكوب كوبين إلا خاشوقتين أكل حليب، يعني بقد مقدار هذا المي هسه اللي موجود. هذا شلته اللي ذبيته فقط، وإنما الكوبين كله أخذه. هسه بعد ما انعجنت عندي العجينة وصارت بهذا الشكل، هسه آخر شي راح أضيف لها ملعقة زيت، وأخلطها خلطة أخيرة لأن أنا أريد العجينة تكون على شكل مطاطي. طبعا هنا جبت كاسة وخليت بيها ملعقة أكل زيت، وخليت العجينة وغطيتها، وهنا أنا تركتها تختمر، وهنا طبعا ورا ما اختمرت ما شاء الله. هسه راح أحاول إنه يعني مثل اللي أحددها، إنه أعرف قياس كل قطعة إيش قد راح يصير. عمود أبلش أشنقهم. هنا نحاول نلمها بهذا الشكل على مود ما تنفتح من عندنا، نحاول نضغط عليها نسدها كل الزين على مود ما تنفتح، على مود تبقى عندنا شكل الصمونة. نخليها بهذا الشكل بالصياني، ونبعد المسافة بين وحدة ووحدة. باع المسافة شقد، وراح أدهنها إما بحليب أو ببيض اللي يعجبكم. أنا دهنتها بحليب. شوف المسافة بين وحدة واللخ شقد، راح أترك المسافة هالقد على مود للتخمير. بعد ما دهنتها بالحليب راح أضيف سمسم ما محمص هيجي، واللي يحب يضيف حبة البركة هذا اختياري. هنا جبت نايلون، أي كيس نايلون متوفر عندكم. راح أضيف عليه قطرات من الزيت، وأحاول أمسحه
يعني أترس كليته، أمسح على النايلون بالزيت، وراح أغطي بيه العجين. طبعا راح أتركها تتخمر على كيفها. إذا عندكم بالمطبخ أي مكان دافي اتركوا، وإذا ماكو يفضل إنه نخليها بالفرن، بس ما نفتح النار، فقط نخليه بالفرن عم تتخمر على كيفها. تترك تتخمر تقريبا من نص ساعة إلى ساعة أو حسب ما تتخمر. هنا شوفوا الفرق، بسم الله ما شاء الله، شوف ايش قد تضاعف حجمها. هنا أنا طلعتهم من الفرن وشغلت الفرن فقط من جوا، وراح أخليهم على الرف الوسط. وعشان من رفعت النايلون ارتفعت عندي بكل بساطة. ليش؟ وما لزقت بالعجينة، لأن خليت زيت. لو لازقة بالعجينة ورافعتها بقوة كان هبطت يعني الصمونة، وكان ما نجح عندي. هسه راح أخذه للفرن وأشعل عليه فقط من جوا، وبعدين من يستوي أشعل عليه من فوق. وهذا شكله قدامكم. من أطلعه مباشرة من الفرن أسوي نفس أهل الأفران، أجيب زيت بالفرشة شي بسيط وأدهن الوجه مالته عمود ينطيني اللمعة نفس صمون الأفران. وهذا شكله النهائي. طبعا هش، وانت تضغطين عليه يرجع يرتفع مثل ما هو من قد ما مختمر، وداخلها ترفة بشكل. طبعا أكيد من نسوي الصمون لازم نسوي وياه البرجر. فهسه بعد ما كملت الصمون راح أبلش وياكم وهم نسوي البرجر. وهنا نبلش كيلو صدر دجاج ويا ربع لية، وراح أضيف عليه بصلايتين حجمها متوسط، وحبتين من الفلفل الحار، وحبتين من الجزر، وسنين من الثوم. راح أخلط هاي المكونات كلها. راح أضيف نص ليمونة، بس أوخر الحب مالتها عمود لا تصير مرة. طبعا الليمونة هي وقشرها. وراح أثرم وياه صمونة. هنا بعد ما كملت ثرم كل شي، هسه نضيف الكل كيلو من صدر الدجاج ملعقة طعام. اللي يحب يقلل أو يزيد هذا الشي براحته، بس هو كقياس هيك أضيف له. وراح أضيف له ملعقة بهار من برجر الدجاج اللي أنا مسويته، وهم راح أنزلكم المقادير مالته بفيديو ثاني. هنا نخلط المواد كلها. طبعا ثرمت أني بهاي الكبيرة، أكو حجم وسط وصغير وكبير. أنا ثرمت بهاي الكبيرة، ما أريده كلش ناعم. هنا بعد ما لابست المواد كلها وكملتها، هسه عمود نقرصها أني وياكم. ناخذ الحجم اللي انتو تردونه، كان يكون بقد قبضة الإيد، أكبر أصغر اللي يعجبكم. وهنا أنا ورق زبدة قطعته بهذا الشكل، وراح أخليه جواها، وأخلي قطعة ثانية فوقها، وأضغط عليها متساوي، وأطلعها بهذا الشكل. بعد ما أكملها إما أفرز أو ناخذه نقليه بالطاوة أو بالكابسة مالت الصاج. أنا راح أسويه بكابسة الصاج. وهنا أنا بعد ما كملته هسه ضفته على الصمون. طبعا الصمون قصيته نصين، وخليت البرجر، وخليت قطعتين طماطة، وخليت صوص الجبن، وهم راح أنزلكم إياه فيديو ثاني. وهنا أنا خليت عليه البوتيتا
المقرمش مال البوتيتا، وهنا راح أسد الصمونة، راح أقطعها من الوسط وأشوفكم داخلها شلونه. طبعا طيب ونظيف وصحي وآمن وما كلفني هواية. ودا أراويكم هنا الصوص مالته شلون ينزل من عنده. وألف ألف عافية ومع السلامة.